السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشوف حكاية النهاردة وصاحبة القصة بتقول ايه، وسيبوا لها تعليقاتكم عشان هي عايزة تعرف رأيكم تعمل ايه في الكومنتات. يلا بينا نبدأ. بتقول: انا زوجة تانية اتجوزني من ورا مراته ومعايا اولاد، وكان بيجيلي سرقة كده كل يوم كأني مش متجوزة، ولما مراته عرفت طلبت الطلاق واتطلقت. بقى ليا لوحدي مع اني ما كنتش اتمنى غير كده، وقاعد عندي انا وولادي، بس مع العشرة حسيت ان ولادي مش عارفين يتأقلموا معاه ومخنوقين منه، فابتدوا يضايقوه. يعني مثلا ما يقعدوش معاه، يعملوه وحش. من كام يوم لقيته متغير وبقى بيغيب عن البيت، قلت يمكن عشان ولادي غرب عنه ومش عارف يتأقلم معاهم. وحسيت انه ممكن يكون بيروح عند ولاده وطليقته الاولانيه، او ممكن يكون راجع له من ورايا. دورت وراه لقيته بيكلم واحده تانية، وشفت الشات اللي ما بينهم، وبيحكي لها ان مراته الاولى ندمان ان هو طلقها، وندمان ان هو اتجوزني، وانه خسر زوجته الاولى ومش عارف يطلقني عشان خاطر المهر عالي والمؤخر. انا شفت الكلام ده طبعا ما استحملتش، لاني بغير عليه جدا، ورحت كلمت اهلي ووريتهم الرسائل دي، وحصل مشاكل بينا وساب البيت ومشي. عرفت انه بيتحايل على مراته ترجع له، قالت له مستحيل، مش قبل ما يطلقني انا الاول، وانا مش عايزه اتطلق، انا ما صدقت اتجوزه. اعمل ايه؟ ردوا عليها انتوا بقى في الكومنتات تقولوا تعمل ايه، لانها الصراحه هي كده مش عارفه اقولك ان انت جاحده اصلا. يعني انت اخدتي واحد من مراته وفرحانه ان هو طلقها، فربنا عاقبك. يعني انت ربنا ده عقاب ربنا ليكي، ومن عمل يعمل. لو بعد حين، يعني مش بعد يوم ولا يومين، لو بعد 20 سنه اللي بتعمليه بيتعمل فيكي. فانتوا برضو قولوا لها رايكم في الكومنتات، وشوفوا راي ده يعني الصواب ليها. يعني انت خلاص كده المفروض يعني سيبيه بقى لمراته وولاده، انت اصلا معيشها واحد معاكي يعني بيربي عيال مش عياله، المفروض ان عياله اولى بيه. ده رأي يا جماعة، وانتوا شوفوا قولوا رأيكم في الكومنتات. مع السلامة.